في علم النفس بيقول لك علشان تعالج الخطأ لازم تعرف كويس جدا ما هو الخطأ وتواجهه. هو ده اللي احنا هنعمله النهارده، وهنبص نظرة او رؤية خارجية على لعيبة الزمالك ومباراة مودرن فيوتشر ونشوف الخطأ فين، لعل وعسى نقدر نعالج. المال الحلال اهو، او الصفقات الحلال اهي. احمد حمدي مع شحاته مع مهاب ياسر، الثلاثه لما نزلوا كان في فرق في شكل حتى الملعب. طيب خلينا نتكلم على جزئيه هي اللي لفتت نظري اكتر، ودي هبني عليها اساسيات كتير. بمعنى الكوره لما شحاته استلمها، وشحاته انا بؤمن وشايفه جدا ان هو عنده ثبات في الاستلام، اوكي. شحاته استلمها لمهاب ياسر لاحمد حمدي، عايزاك تحسب لي الوقت اللي اخده شحاته من وقت الكوره ما اخدت رجل شحاته لحد ما وصلت لرجل احمد حمدي لا تتعدى الثانيه ونص. ده لو ما كانتش اقل من كده، من رجل شحاته لحد ما دخلت جول من احمد حمدي لا تتعدى ثانيه ونص. وهو ده اللي بتكلم فيه، السرعه في الاستلام والتسليم والتهديف. انا عندي اللعيبه الاخرى بتاخد الكوره بتنام عليها، الكوره في رجله بتفضل تتعدى مده دقيقه، او خليني اقول لك بتقل عن الدقيقه بكام ثانيه بسيطه جدا. مهاب ياسر بالنسبه لي حاوي كويس، دفاعه كويس، بيضغط كويس، ولكنه عنده رهبه وده شيء طبيعي. ولكن هل معنى الرهبه دي ان انا بعد كده اقعده دكه؟ لا، ارميه في الملعب، ارميه في الملعب، الرهبه دي هتروح وده هيديه ثقه في نفسه اكتر، فهيديك الاداء المطلوب منه كويس قوي. لكن كتبشير بيه لا، هو الصفقه الحلال اهي. بالنسبه لي من وجهه نظري انا شايفه انه سامسون لو مش بيهاجم فهو بيخدم على اللعيبه وبيتحرك وبيجري كتير، فده بيفيدني جدا في الملعب، برتاح سيكا لاني شايفه لعيب بيعافر وده يفيدني اكتر وبيخدم ومش اناني. اذا سامسون ما اعتقدش ابدا انه من وجهه النظر الصح ان احنا نستغنى عن سامسون في الفتره القادمه، ولكن انا شايفه انه انا ابدا اشتغل على سامسون بنسبه اكبر، هعلي من الاداء بتاعه، هيخدمني ده فيما بعد في الهجوم. نيجي بقى للجزء الاكبر الا وهو نظره عامه على اللعيبه اللي عندي كلها بنسبه 90%، خلينا نقول وسيبكم بقى من الصفقات الجديده. اللعيبه اللي عندي بنسبه 90% لما بياخدوا الكوره بيناموا عليها وبيقفوا عليها، خلاص انت ما بتهجمش. اذا انت عندك خوف المرمى، هل خوفك من المرمى دوت علشان فريق معين؟ لا اطلاقا، ولكنه يرجع للسبب الاساسي الا وهو نفسيه اللعيبه. ليه بتكلم بقى عن نفسيه اللعيبه؟ لان ده العامل الاكبر. انا مش عندي مكن مشغلاه بباتري، مش حاطه له بطاريه وبقول له انزل لعب في الملعب، مش هيأدي لي. وما تنتظروش من اللعيبه لو بروفيشنال. في الطبيعي وفي الحقيقي بقى، هل اللعيبه دي مستواها كويس؟ البعض منهم والبعض الاخر لا، لابد من الاستغناء عنه لا محاله. ولكن عندي البعض الاخر في الملعب من لاعيبتي كويسين على فكره، وادائهم احسن من كده مليون مره. اذا لما تكون طبيعه اللعيبه بتاعتي كويسه وادائهم اصلا كويس، يبقى لاعيبتي ناقصها ايه علشان تديني الاداء ده واقدر اطلع منهم الاداء ده؟ العامل النفسي. ازاي لعيبه هتقدر تلعب وتأدي في الملعب والبعض من اللعيبه مش عارف هو راسه من رجليه وهو بكره رايح فين؟ اذا ده عيب مجلس اداره. اذا انا حطيت ايدي على جزء صح، الا وهو عندي بعض من اللاعبين اللي جوه الملعب مش عارفين راسهم من رجليهم، مش عارفين هيجددوا ولا لا، مش عارفين بكره موجودين ولا لا. اذا عشان اعالج ده اعمل ايه؟ اقعد مع اللعيبه وافهم كل واحد راسه من رجليه عاجلا ام اجلا، انت قاعد ولا ماشي؟ طيب خلصت الجزء دوت، والبعض زي عواد مثلا مش عارف راسه من رجليه ومش عارف هو مجدد ولا مش مجدد، فطبيعي ان ده اثر على ادائه. فانت لازم تفهم عواد راسه من رجليه، عواد انت قاعد معايا ولا مش قاعد معايا؟ قفلنا الباب ده خالص. عندي لعيبه تانية هي عارفه هي قاعده ولا ماشيه، ولكني برضو شايفه ان هم ادائهم مش ده الاداء الصح بتاعهم. اذا مشاكلهم ايه؟ لازم معد نفسي يقعد معاهم ويفهم ما هو السبب الرئيسي. انا كده دلوقتي اشتغلت على الخطا بتاع انه لو لاعب مش مجدد اظبط له الموضوع وافهمه راسه من رجليه، واللاعب اللي محتاج معد نفسي هجيب له معد نفسي بشكل شهري بشكل موسمي او بشكل او باخر، المده انت اللي تقيمها. وخلصت الجزئيه دي كده، عالجت جزء كبير من المشاكل اللي مأثره جوه الملعب. الا يبقى جزء اخر الا وهو الاستغناء عن اللاعبين اللي خلاص منتهيين الصلاحيه، وابدا ان انا محتاجه لازم اواجه الواقع. انا لما زيزو بيقع مني بموت، انا لما الدفاع بيقع مني بموت. فلازم تبقى عارف ومدرك فكره ان انت محتاج دفاع، محتاج هجوم، محتاج حارس مرمى، لازم يكونوا موجودين معاك اساسي في صفقات الصيف اساسي. ونيجي بقى للجزء الاكبر الا وهو المدير الفني بتاعي، ولازم تبقى مدرك لفكره ان انت كمجلس اداره ليك مطلق الصلاحيه ان انت تتكلم مع المدير الفني عادي على فكره.
عمل خطا وانا ليا نظره لازم اقول له النظره دي. مش منطقي ابدا ان انا اخليه مثلا يركن الصفقات اتركنت وقت طويل، كانت تقدر تفيدني لو الصفقات دي نزلت من بدري، كانت تقدر تفيدني بشكل او باخر. اوكي، فما الاقيه مثلا مقعد فلان الفلاني دكه وشايف ان من وجهه نظره مثلا ان انا انزل علاني، لا اروح اتكلم معاه. ليه يا سلطه؟ هو انا دافعه له فلوس عشان يجي يحسن من الاداء، مش عشان يحط لي وجهه نظره اللي انا وجماهير الزمالك ونادي الزمالك ومجلس الاداره كلنا شايفينها غلط. نيجي بقى للجزء الاخر وده جزء مهم جدا، الا وهو مش منطقي ان انا اقارن لاعب كبير في السن بلاعب صغير في السن. اللاعب الكبير في السن ليه كامل الاحترام وهو مهاري ما بنقللش منه، ولكن اللاعب الصغير في السن لازم هو اللي يترمي في الماتش مده اطول من الكبير. الكبير في السن مش هستغنى عنه، مش هقول له باي باي، ولكن هخليه في اخر الوقت، هخليه في اخر 10 دقائق، هخليه في اخر ربع ساعه، بحيث ان هو برده يفيدني مهاريا ويبقى نازل بكامل لياقته، لانه هينزل مده قليله. لكن اوعى تفتكر ان انت هتاخد كامل اللياقه البدنيه من لاعب كبير في السن قعد مده طويله في الماتش. اذا انت ضيعت الماتش على الفاضي. الصغير انت راكنه، الصغير اللي هو هيبقى مهاري اكتر وبدني اكتر وهيتنفس اكتر، هيديني كل اللي انا محتاجاه. ليه؟ صغر السن عليه عامل كبير. اخر حاجه عايزه اقولها، اتمنى من مجلس الاداره ان هو يشوف الجزء اللي محتاج يجدد او مش هيجدد له، يقعد مع اللعيبه، واتمنى ان احنا ننزل نقف مع اللعيبه شويه وهم في التدريب، مش عشان صور، ولكن علشان نكسر الحاجز اللي بيننا وبين اللعيبه، وما نفضلش لعيب على الاخر. زي ما هعامل فلان، زي ما هسمع مشاكل فلان واحلها له، هسمع مشاكل فلان واحلها له. حاولوا تكسروا الحاجز ما بينكم وما بين اللعيبه، اتصاحبوا عليهم، مش عيب على فكره. ده المدير الشاطر هو اللي بيتصاحب على الموظفين، هو اللي بيتكلم مع الموظفين، هو اللي بينزل للموظفين، مش بيتعالى عليهم. اذا انتوا محتاجين تقعدوا مع اللعيبه اكتر ما محتاجين ان انتوا تطلبوا منهم يأدوا. اللعيبه لازم تحس ان هي متقدره عشان تديك تقدير. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، كل سنه وانتم طيبين.